السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يلا بقى النهاردة كده هنعمل بقى الممبار زي ما انتم شايفين. بجد طعمه حكاية ولا شكله؟ شايفين؟ بجد شكله بيتكلم عنه. احمر كده بقى من جوه، والرزاية مفلفلة، وكمان واخد لون ذهبي من بره، ويا سلام. وشايفين بقى انا هنا بقسمه لكم، وشايفين بيتقطم بكل سهولة ازاي، وحلو قوي قوي. هنعمله بخطوات سهلة وبسيطة وسريعة، ومش تاخد مننا اي وقت خالص. ولو انت اول مره تشوفيني، ما تنسيش الاشتراك في القناه واللايك عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا هنزلها. وان شاء الله قناتنا تكبر بيكم. بجد مش هياخد مننا اي وقت خالص. احنا هنا بنعمله ني في ني، ولا بنسبك له ولا اي حاجه. فكمان بيبقى خفيف وحلو قوي قوي. انا هنا بقى معايا بصلايه كبيره كده او بصلتين وسط. المهم هنقطعهم قطع صغيره خالص. لو انت عايزه تفرموها في الكبه مفيش اي مشكله. بس كده لما تقطعيها بالسكينه قطع صغيره بتبقى في طعم الممبار احلى. وكمان هناخد التوم وهنقطعه كمان قطع صغيره زي ما احنا قطعنا البصل كده. ومعانا بقى فلفل اخضر، وكمان هنحط تتبيله حلوه قوي قوي. وبجد يا بنات مش هياخد معاكي اي وقت خالص. ويا سلام كده بقى جنب اللحمه كده بالشوربه، او تحمري اللحمه ما اقولكيش، بجد حلوه قوي قوي. هنا بقى معايا فلفل احمر زي ما انتم شايفين مقطعاه كده، هقطعه قطع صغيره. وفلفل اخضر كمان هتقطعيه قطع صغيره. عايزه تقطعي قوطه برده قطع صغيره مفيش اي مشكله، بس احنا هنا بقى هنضرب القوطه في الخلاط. فما قطعتش القوطه قطع صغيره، يا دوب البصله كده قطعتها قطع زي ما انتم شايفين صغيره جدا، وكمان التوم قطع صغيره جدا. وهبتدي بقى اللي انا انزل بفلفل احمر كده عشان يبقى سبايسي ويبقى حلو قوي. وهننزل بقى بتوابل ايه، هننزل بملح وفلفل اسود وكمان بهارات المحشي. هيدي طعم للممبار حلو قوي قوي. وشويه صغيرين من البابريكا. عايزه تحطي شطه؟ تمام. لو انت بقى بتحبيه سبايسي، يبقى احنا كده حطينا ملح فلفل اسود شويه من البابريكا، وكمان بهارات المحشي، وشويه من البابريكا والبصله والثوم، وكمان الفلفل الاحمر بقى ده هيخليه طعمه ما اقولكيش حلو قوي قوي. اول حاجه بقى هنبتدي اللي احنا ندمج كل المكونات دي مع بعض. ندمج البصل مع التوابل مع الثوم والفلفل اللي احنا حطيناه، وبعد كده هنبتدي ننزل بقى بالخضره. معانا خضره ايه؟ معانا شبت وبقدونس وكزبره. انا بحط التلاته. تمام. هنبتدي اللي احنا نقطعهم قطع صغيره، وبعد كده هنزل بقوطه، وهنزل بقى بمعلقتين ثلاثه كده من الصلصه عشان تعزز كده بقى القوطه، وهتبقى حلوه قوي قوي معاكي. وهبتدي بقى اللي انا اغسل الرز كده، وهنزل بقى بالرز كمان، وهبتدي اللي انا اقلبهم كويس قوي مع بعض. اخلطهم كويس جدا، يبقى البصل بقى مع الثوم مع التوابل. وهبتدي هنزل بقى بزيت. هنا هننزل بقى بنص كوبايه كده من الزيت، وندمج بقى كل المكونات دي مع بعض. لا، هتلاقيها بقى لونها احمر معاكي كده وانت بتدمجيهم بقى مع بعض، وهيبقى لونها بجد فظيع. نيجي بقى نسلقه كده، هيبقى طعمه بجد حكايه. شايفين بقى هنا لما دمجنا بقى الصلصه مع القوطه مع البصل والثوم والخضره والتوابل بقى اللي احنا حطيناها، الملح والفلفل الاسود والبابريكا وبهارات المحشي. يا سلام. ما تنسينيش بقى في لايك وكومنت حلو منك، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. خلاص كده الخلطه شفتوا بقى خلصت معانا بسرعه وبكل سهوله ازاي. وطبعا بقى معانا الممبار هنا بقى منضفينه ومكحتينه ومخلينه زي القشطه وغسلينه بالملح. ملح بقى وخل وليمون. اهم حاجه تغسلي الممبار كده بالليمون من الناحيتين، وتكحتيه كده. وخلاص نضفناه وخليناه كمان زي القشطه وجاهز معانا كده. هنبتدي بقى اللي احنا نقطعه كده بالسكينه بقى. وحاولي بقدر الامكان اللي انت تخلي كل الصوابع قد بعضها، تبقى حلوه قوي. هتبتدي بقى اللي انت تفتحيه بالشكل ده، وبعد كده بقى تحشيه، ومش هياخد معاكي اي وقت خالص. لو انت بتعملي حتى 3 كيلو، اي كميه هتبقى معاكي مش تاخد منك اي وقت. بس ما تحاوليش بقى اللي انت ايه تكبسيه كده من الرز كتير، عشان لما نيجي نحطه في الميه ما يفرقعش مننا. تمام. لا، احنا هنبتدي بقى اللي احنا نحط الرز، وهنبطط كده بقى الممبرايه زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انا بعمله ده. هبتدي اللي انا احشيها، وبعد ما احشيها هبتدي بقى اللي انا ابططها كده، بحيث ان هي الرز لما بيتحط، الممبار لما بيتحط في الميه تلاقي الرز كده نفش والممبرايه نفشت معاكي، فما تفرقعش منك. عشان كده بقولك ما تكتريش الرز قوي. هنعمل بقى كل الكمية بالشكل ده. بس شايفين بقى الخضرة هنا، الخلطة اللي احنا عاملينها مع الخضرة مع التوابل، شايفين لونها عامل ازاي؟ بجد حلوة قوي، حمرة كده وجميلة جدا، والله طعمها بجد حكاية. اعمليها بطريقتي وبجد هتعتمدي الطريقة دي بعد كده. هنبتدي بقى اللي احنا نحشي الممبار. وبعد كده بقى ايه، هنبطط كده الممبرايه زي ما انا قلت لكم، عشان لما نيجي نحطها في الميه، الميه تغلي وتحطي في الميه شويه من الملح بس.
تحطي كده شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود، وتبتدي بقى اللي انت تنزلي بالممبار. شايفين بقى يا بنات هنا ما خدش معانا اي وقت وخلص معانا بكل سرعه وسهوله ازاي؟ واي كميه معاكي هتخلص معاكي بسرعه ادام انت بتحشيه بنفس الطريقه دي، فمش هياخد معاكي اي وقت خالص. ويا سلام بقى مع اللحمه كده بقى، تكوني محمراها او تحطيها بقى كمان بالشوربه، ويا سلام بجد دي بقى اكله العيد الكبير بجد. خلاص كده بقى هنخلص كل الكميه بنفس الطريقه دي. شايفين بقى وانا بحشيه ما بياخدش اي وقت ازاي، وبكل سرعه وسهوله هتعملي اي كميه بنفس الطريقه دي. بس اهم حاجه ما تحشوش قوي او ما تكتريش في الرز قوي عشان ما يفرقعش منك في الميه زي ما قلت لكم. خلاص كده انا خلصت بقى الكميه اللي موجوده دي، ولسه خلص كل الكميه اللي معايا، واكون بقى خلاص كمان حطيت على الميه تغلي. هبتدي اللي انا انزل في الميه بملح وشويه صغيرين قوي من الفلفل الاسود، وخلاص كده هبتدي بقى اللي انا انزل بالممبار بتاعي. هنمسكه كده من الناحيتين وهننزله في الميه، هتلاقيه قفل لوحده. شايفين بقى هنا الكميه اللي انا حشيتها، هخلص كل الكميه بنفس الطريقه دي. وزي ما انا قلت لكم على خلاص ما بحشي بقى الممبار، ببتدي بقى اللي انا احط على الميه تغلي، وابتدي بقى اللي انا اسقط الممبار في الميه. هيقعد معايا قد ايه على النار؟ طبعا الميه غليت، هيبقى عالي عليه عادي. واول ما ابتدي اللي انا انزل بالممبار ههدي عليه النار واسيبه 25 دقيقه. هنسيبه على النار 25 دقيقه بالظبط، وهيكون يستوى معاكي واستوى من جوه، وبجد هيبقى حلو قوي قوي معاكي. يبقى انت هتسيبي الميه تغلي عادي، وبعد كده هتنزلي بالممبار، هتسيبي الممبار ياخد كام غلوه، وبعد ما ياخد كام غلوه معاكي هتبتدي اللي انت تهدي النار، وتسيبي بقى الممبار كده، هتقفلي عليه وتسيبيه بقى على النار 25 دقيقه. وخلاص كده هيبقى جاهز معاكي زي ما انت شايفاه كده، وهيبقى بقى مستوي. وشايفين محتفظ بلونه ازاي؟ ولا طعمه بجد حكايه. والتتبيله بقى اللي احنا حاطينها فيه، الملح والفلفل الاسود وبهارات المحشي والتوابل والبصل والثوم، بجد خلطه حلوه قوي قوي. خلاص هنا كنا طلعناه بقى وكده جاهز معايا، يا دوب بس اللي احنا هنحمره، بس نسيبه يهدى شويه كده قبل ما نبتدي اللي احنا نحمره. خلاص معايا الزيت بقى وسخن معايا على النار، هبتدي بقى اللي انا انزل بالممبار بعد ما طلعته وهدي شويه كده، وابتدي بقى اللي انا احمره ياخد معايا لون ذهبي من الناحيه دي، واقلبه برده الناحيه التانية ياخد معايا لون ذهبي، وهيبقى حلو قوي معايا وجاهز. وخلص معايا بسرعه وما خدش معايا اي وقت خالص، وعملناه بخلطه حلوه جدا جدا. وكمان ما سبكنالهوش، بجد ده خفيف قوي، لان احنا عملناه كده كله ني في ني كده، فبيبقى خفيف وطعمه جميل. لو انت بقى وصلتي في الفيديو معايا لحد هنا، ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. هنا بقى خلاص بنحمره ياخد بقى معانا لون ذهبي حلو كده، وهنقلبه كمان الناحيه التانية ياخد برده معانا لون ذهبي برده. وخلاص كده هو جاهز معانا بقى، وخلص معانا بسرعه جدا وما خدش معانا اي وقت خالص. تعالوا شوفوا بقى اللون بقى اللي خده الممبار كده. شايفين بقى اللون الذهبي الحلو ده؟ هو ده المطلوب. يا سيدي على الجمال، ايه الجمال ده؟ سمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وخلاص كده هو جاهز معانا وما خدش معانا اي وقت خالص. وشايفين خد بقى، احنا هنا حمرنا الكميه كلها اللي كانت معانا، وشايفين بقى رشينا كده بقدونس بقى على الوش، ويا سلام. شايفين بقى هنا خد لون حلو ازاي، وشايفينه من جوه كمان مفلفل بقى واحمر وحلو ازاي، حلو قوي قوي. هنا بقى بوريه لكم من جوه كمان لونه عامل ازاي ومفلفل وحلو ازاي، وكمان بيتقطم بكل سهوله. يعني مستوي وهياخد معاكي زي ما انا قلت لك 25 دقيقه على النار، وهيكون استوى معاكي. بس طبعا نهدي عليه النار، ما نسيبش النار عاليه عليه. و25 دقيقه بالظبط هيكون استوى معاكي وحلو قوي قوي. هنا بقى شايفين بقى الممبار بقى مع اللحمه، يا سلام. اعملي بقى الممبار كده بطريقتي وبجد هيعجبك قوي قوي. هنا بقى اللي عايز ياكله باللحمه، حطيت له، هتحطي بقى اللحمه كده على الممبار، ويا سلام. شايفين شكله عامل ازاي؟ حلو قوي قوي. هنا بقى كمان لو عايزه بقى تاكليه مع البانيه، لان في بقى احنا يعني من الناس اللي بنحب برضو ناكل الممبار مع البانيه، بيبقى حلو قوي. شايفين كمان البانيه واخد لون دهبي حلو ازاي، وكمان الممبار هنا جاهز معانا
وبألف هنا وشفا على اللي هياكل، وإن شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير، ونعمل مع بعض أحلى الأكلات وأحلى الوصفات. بس ما تنسينيش في لايك وكومنت حلو مني. خلاص كده الممبار جاهز معانا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى مع اللحمة عامل ازاي، وكمان هنا حمرت بانيه. اللي عايز بقى ياكله مع البانيه، يعني انا عندي بنتي بتحب الممبار ده مع البانيه جدا، فانا عامله لها بقى مع البانيه. وهنا كمان عاملين برضو الممبار، وشايفين بقى اللحمة كمان واحنا حاطينها كده على الممبار. يا سلام على الجمال، حلو قوي قوي. طبعا شكله بيتكلم عنه. ان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.